السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد ونهار جديد. كنتمنى قصة اليوم تنال إعجابكم، وكنتمنى تلقاكم في أتم الصحة والسلامة والعافية. قبل ما نبدأ قصة اليوم نصليو على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا الحسنية، جيت اليوم باش نشارك معكم الحكاية ديالي ونحكي لكم على مجرى ليا وعلى موقع ليا. أنا هي اللي دوزت سنين طويلة مع الراجل ديالي، قاسيت وعانيت، دوزت القهرة المرة معاه على حسابية الوليدات. انا هي اللي خدمت وضربت تمارة وقاسيت عاد نسا صباح وعشية، وبعد مرور السنين كنكتشف بلا انا كنت غالطة وبلا هادشي ما كانش عليا نديرو، حيت ماشي هو الراجل المناسب اللي كيتساهل، حيت ماشي هو الراجل اللي خصني نضرب عليه تمارة وخاصني نصبر على القسوة اللي عايشة معاه. هادشي كامل حسيت بيه حتى فات الاوان، وبغيت نتقاسم معكم وبغيت نوريكم ما داز عليا باش ما تطيحوش فيه ولا يطيحوا فيه بنات اليوم اللي كيكونوا كيبغيو الرجال من البداية وما كيفهموش معنى الحياة. دزت من التجربة اللي كانت قاسية وبغيت نتقاسمها معكم، التجربة اللي كانت مرة واللي ضراتني في خاطري واللي خلاتني نبكي اليوم ونقاسي ونحكي روايتي في إحدى القنوات. المهم أنا كنت عايشة في دارنا، ماشي غادي نقول لكم ما عدناش، لا الحمد لله على كل حال. الأم ديالي كانت درويشة وكانت ربة بيت في نفس الوقت. الأم ديالي تا هي واحد الإنسانة اللي صبارة، داز عليها الويل مع عماتي وعمامي مع جداتي وجدي. أمي مسكينة كبراتنا وصبرات وربات فينا الصبر والعزيمة في الحياة. أمي ديما كانت كتوصينا بلا الوقيته اللي نتزوجو نكونو صبارات ونفهمو ونقدرو. أمي مسكينة كان يحسب ليها الرجال كاملين بحال الأب ديالي، حيت صبرات وخدات الجزاء ديالها أحسن جزاء معاه. الأب ديالي كان يبغيها ومقدرها عمرو خانها ولا غدرها، هادشي علاش كتصحاب الرجال كاملين بحال كبراتنا مسكينة. والحمد لله على كل حال الامور تقادات لينا في النهايه، هادشي علاش قلت لكم الحمد لله على كل خير، ما كان ناقصنا خير. واخا مسكينه كانت صباره والاب ديالنا كان خدام علينا، الامور كانت مزيانه بالنسبه لينا. دفء العائله لا مثيل له. واخا عشنا في واحد الحومه اللي الناس كاملين كانوا بغيو بعضياتهم، ناس زمان ماشي ناس دابا، الجاره بمثابه الخاله والجار بمثابه العم، والايام غاديه وكانت زوينه. عشت في واحد الجو اللي ما كاينش دابا، عشت في واحد الجو اللي كان المحبه بين جميع الناس، ولكن امي ما لقاتهاش غير من عند عائله الراجل ديالها. ايوا الحمد لله الصبر اتاها. انا عندي اختي عايشه في اوروبا لاباس عليها، ما ناقصها خير هي والوليدات ديالها. دليل ذلك الدار الطالعه اللي دايره في المغرب والمشروع وكيفاش كتجي هي وليداتها. الصراحه ربي مسهل عليها وعطيها ربي على قد نيتها، وفي نفس الوقت كانت كتساعدنا. عندي خويا حتى هو خدام في البلاد وما ناقصو خير بمرتو بوليداتو، حتى هو كيجي عند الام ديالي والاب ديالي. ايوا حنا كاملين في هاد الدنيا العمر ديالنا محدود، والاب ديالي تحد ليه العمر ديالو في واحد لاج اللي كنت انا مازال ما مجوجه. ايوا مسكين مات ولقيت خويا واختي اللي وقفوا معايا، واخا فقدان الاب اللي كان صعيب بالنسبه لينا. امي مسكينه تمحنات وتكرفسات الوقيته اللي مات الاب ديالي. المهم هادشي غادي يبقى على جنب، ماشي هو الحكايه ديالي. حتى انا من هذوك البنات اللي ربي سهل عليا وربي يسر لي الامور ديالي، وتزوجت واحد الراجل اللي على قد الحال، ماشي بحال راجل اختي. المهم الوقيته اللي تزوجت بيه خدام في واحد المدينه اخرى، انا بقيت مع العائله ديالو تقريبا واحد 6 شهور. راجلي لاحظ بلي انا في المعاناه. مرات خوه كانت صعيبه فوق الزايد، مرات خوه كانت العجوزه ديالي خالتها، يعني تحالفوا عليا، يعني داروني عدوه بيناتهم، وهادشي ما قدرتش عليه. ولكن الوقيته اللي خرجت من دار عاد عكوسي كنت حامله، الوقيته اللي كنت حامله بقات ليا واحد الشهور القليله باش نولد. راجلي كرا ليا الدار، الوقيته اللي كريت الدار وكيجي مره عندي. المهم الامور مزيانه، الوقيته اللي ولدت هذاك الوليد ما ناقصني خير، كيطل عليا كيمشي. والوقيته اللي انا مازال كاريه خرج كنولد بحال ولدت مع راجلي 2 بنيات ووليد واحد. ماشي غادي نقول لكم كنت عايشه بخير بين وبين، ولكن كاريه، وكنأكد لكم على هذه المعلومه. شويه الامور ولات كتغير. كنهضر مع ميتي كتقول لي شوفي بنيتي، وليداتكم جيبيهم عندي وخرجي خدمي عاوني الراجل ديالك، المصروف راه ما قاتش، ومادام انك ولدتي اذا خاصك تحملي انت مسؤوليه الوليدات،
ولد وبنت ماشي ساهلين. الراجل ما قالش ليا لا، ما قالش ليا جلسي ونعيشوا باللي كان وهادشي اللي كنجيب هو اللي تعيشي به. لا، عرفني بالله وصلت ليا العظم. وقفت وجمعت الوقفه كيف ما جمعتها شحال من لعله مولاتي بالنسبه ليها. ما كون عندي عقل اليوم نجلس ونتكمش اللي جابوا ليا ناكلو اللي ما جابوش ليا ما نوصلش ليه. لا، خرجت وخدمت وضربت تماره وقاسيت وتعذبت وعييت وسهرت وتحقرت. والحقره ما نبغيها لتا وحده. انا اللي كنت كنخدم من دار لدار، انا اللي كنت كنقاسي صباح وعشيه باش نجيب القوت لوليداتي. انا راجلي كان يجي عندي من 20 اليوم 20 اليوم حيت خدام في مدينه اخرى. الوقيته اللي كان يجي كيلقاني كنتقاتل مع الزمان، الوقيته اللي كان يجي كان يلقاني في هذيك الحاله وكان يتاثر لحالي وكنقول راجلي كيبغيني ومتعلق بيا والظروف اللي بيني وبينه هي اللي مسيطره علينا. انا راجلي الوقيته اللي كان يجي ويلقى البنيات لابسين والولد كان كيفرح ويرتاح ليه البال وكان يقول لي ما كرهتش نوصلك ونوصل وليداتي. كاين جهدي حد هنا. انا كنت كنزيد ونبغيه ونتعلق به ونتمسك بهذاك الشيء اللي كانت كتقول لي الام ديالي. كتقول لي المراه هي لاله مولاتي اللي تصبر على الراجل في الطيحه وفي الوقفه، اللي توقف معاه في وقت الشده راه كلشي غادي يرجع ليها. انا درت بتصرفات الام ديالي اللي كان يحسب ليها بلا الراجل ديالي راه بحال الاب ديالي، ولكن لا، دوزت معاه سنين القهره تماره ديال الصح. وليت معروفه في هذيك المدينه مرت فلان اللي خدامه في الديور دار في دار. المهم هاد السنين كامله الطويله اللي دوزت الراجل الوقت ديالو هو الوقت. لقيت اللي كيجي عندي كيمشي عند الام ديالو. انا تحملت الكره وكبرت وليداتي واللي بقى فيا الحال هو هادشي اللي غادي تسمعوا. تقولي اش وقع لك الحسنيه؟ انت ربيتي الوليدات وكبرتيهم وكتخلصي كراك وعايشه المسؤوليه. الراجل كيجي كيلقاك مرتاح في البال كتبغيه وتزيد تعلقي به كيدوز معاك ايام وتيمشي يخدم. يا هادشي غتقولوا لي شحال العمر في هادشي؟ دوز سنين طويله في القهره. راني قلت لكم خدمت وعييت وقاسيت حتى الام ديالي توفات. ماشي 10 سنين ولا 11 ولا 12، راه في العشرينات. تخيلوا راه سنين طويله. راه ولادي راه تبارك الله راهم كبروا. ايوا غتقول لي لا هاد السنين كامله اللي كضربي الراجل ما عياش من التماره اللي كضربي. ما قالش لك جلسي؟ لا، ما قالش ليا، بالعكس كان يحسب ليه قويه وداكشي اللي كندير فيه كان عاجبه وحمد ربي وشاكر مادام وفرت عليه هاد السنين كامله. المهم اللي بغيت نقول لكم واحد تجزئه جديده تبنات في المدينه اللي كنت ساكنه فيها ونتما طلبوا الخدامات يمشيو يخدموا فيها. ايوا الوقيته حتى انا مشيت باش نخدم فيها. عاد واحد المراه اللي عندها 2 وليدات. الوقيته اللي دقيت عليها الباب خدمت عندها. الوقيته اللي خدمت عندها عجباتها الخدمه ديالي. الصراحه قالت لي راك لاله مولاتي واخا بديتي تكبري راه باقا الحداقه في الدم ديالك. تلاقيه راني خدمت سنين طويله، سنين باش قريت ولادي، سنين تعاونت مع زماني، سنين تعاونت مع الراجل ديالي اللي واخا كيخدم في واحد المدينه اللي بعيده دراهمو كانت معدوده، سنين وانا كاريه وكنطلاوط اللي داز عليا ما نبغيه يدوز على حتى وحده. قالت لي اش غادي نقول لك راكي صباره وربي غيعطيك على قد نيتك. مادام كبرتي الوليدات وتساعدتي مع زمانك راه قليل نسى اللي بحالك. عجباتها الخدمه ديالي حتى لواحد النهار اللي مشيت عندها وقالت لي شوفي الخدمه اللي خدمتي عجباتني. راه واحد المراه كاينه هنا راه عندها 2 وليدات وبنيه. شوفي اللي بغيت نقول لك هذيك غتخدمي عندها، غتولي الصباح تمشي عندها الوقيته اللي كيمشي راجل الخدمه والوقيته اللي توصل لوحده جمع الوقفه وسيري حتى للغد وجي بلا ما تبقاي من دار لدار. هي غادي دير لك ماندا خلصه كل شهريه. زيدي كملي هذاك الشيء اللي بديتي حياتك ووصلي وليداتك، ربما هما اللي غادي ينفعوك. الوقيته اللي غادي تجلسي وغادي تعياي حيت تماره اللي دوزتي وحكيتي ليا حكيتها لهاد المراه وبقيتي فيها وما بغاتش كل مره تدخل وحده حيت عرفاتك مزيانه ومعقوله. والمراه اللي دوز سنين طويله مع الرجل حتى 20 سنه ومقاسمه مع الزمان اذا انت راه كريمه. المهم بديت مع هذيك المراه. تخيلوا الوقيته اللي دخلت عندها للدار اش غادي نقول لكم؟ نواره بلقه بيضه زوينه بذهبها بلباسها المسول وزين مغلي فيها الراجل ديالها بحال شي اميره في الدار. يلا كي تحولت لهداك المكان ديت وجبت معاها الهضره. قالت لي راه كنت في واحد المدينه والراجل ديالي حولوه لهاد المدينه اللي فيه العائله ديالو. قالت لي راجلي كان كيمشي للمدينه اللي فيها مو من 20 يوم ل20 يوم
قالت لي دوزت معاه سنين طويله، كيبغيني وكنبغيه، والده معاه الوليدات وحامده ربي وشاكره. المهم اللي بغيت نقول لكم ما ناقصها خير، انا اللي مناقصني الخير. كنخدم عندها وكنمشي للدار، كنخدم وكنمشي. عم الراجل تلاقيت بيه حتى لواحد النهار اللي قالت لي غادي نخملو بيت نعاس ديالي. تنخمل بيت نعاس ديالها وهنا سمعوا حكايتي. الوقيته اللي كنقاد ليها الكوافوز ديالها كاين واحد الالبوم اللي ما قصدتش نشوفه، ولكن مع دورته كاينه تصوير راجلي. غتقول لي كيفاش الالبوم ما حليتوش وماشي من حقي نحلو؟ هذاك الشيء ديالها. الوقيته اللي شفت هذا الراجل اللي هي مجوجه به سنين طويله واللي جا خدم في هذه المدينه واللي عائلته فيها، لقيته راجلي. غتقول لي كيفاش؟ راجلي الغدار، راجلي اللي ما فيش الامان، راجلي اللي مشيت نخدم على درتي وانا ما عارفاش، راجلي اللي معيشها في الرفاهيه والامان هي وليداتها وانا لا، راجلي اللي عايش الحياه والطوموبيل المخيره موقفه قدام الباب وكيمثل بلا ما عندوش، راجلي اللي عيشني في الاوهام وفي القهره وفي العذاب، راجلي اللي حسسني بالامان وكنقول هذا الانجاز اللي كندير في حياتي معاه غادي يوصلني، راجلي اللي خدمت على بنياتي وولدي باش نوصلهم ونقريهم وما نقولش ليه راح تفكرت ليه بلا ما عندوش، راجلي اللي طلع اكبر غدار ونصاب وما فيش الامان. تقولي يا جدرتي كملت شقايه وجمعت الوقفه ومشيت حتى الغد وجيت عندها، دقيت عليها الباب. الوقيته اللي دقيت الباب جيت وهضرت معاها، قلت لها شوفي نقول لك، قلت لها بغيت غير نسولك. قالت لي ولكن قبل ما يبدا كلامي معاك غادي نقول لك، البارح رجع راجلي وقال لي تبارك الله على هاد المراه الحاذقه اللي كتخدم كيفاش رديتي بيت نعاس وكيفاش كتردي الدار. قالت لي راه غادي يزيدك في الفلوس على المعاناه. قالت لي حيت الوقيته اللي قلت ليه مراه وعندها الوليدات سكت وقال الله يحسن عوانها. قالت لي راه خلالك هاد الامانه. قلت لها شوفي نقول لك هاد الامانه اللي خلا راجلك رجعيها لي، وقول لي هذيك المراه اللي خليتي لها هاد البركه عمرها تسمح ليك. قالت لي علاش؟ قلت لها اللي بغيت نقول لك بلا الراجل ديالك راه هو راجلي، بلا انا اللي خدمت عليه هاد السنين كامله وبقيت فيكم نتوما نسا وما بقيتش فيه هو. قالت لي ما تقوليهاش. قلت لها بغيت غير نسولك لله في سبيل الله اللي عطى الله هو هذا، انا هو تحقرت ودارني على رجليه، كي بقيت معاه كيف ما بقيت راه ما كايناش. قلت لها واش كنتي عارفه بالله عنده مراه تانية؟ قالت لي بالله عليك ما كنت عارفه، عمرني ما حسسني بالله عنده مراه هاد البلاد، وبالله انا جيت ضر على وحده اللي فحالك وضربات تماره. قالت لي تا انا راه عشت في دار غفلون. قالت لي كي خضرك كي غدرني. قلت لها دابا اللي غنقول لك، انا ما غاديش نخرب لك حياتك، انا الله يعاونك انتي وياه، وانا راه ما عندي ما ندير به اصلا سنين وانا كاريه وكنخلص كرايه. قالت لي واش عرفتي شحال كياخد؟ واش عرفتي المنصب اللي طلع والخدمه اللي كان؟ قلت لها دا هو المشكل راه باين منك انتي. قلت لها بغيت غنعرف علاش حكرني. قلت لها لا انا اللي حكرت راسي، انا اللي هزيت المسؤوليه من الوقيته اللي ولدت البنيات والولد نخليه يتحملها. قلت لها يحسب لي انا لا مولاتي، يحسب لي من هادوك النساء القادات الواعرات اللي كيهزوا برجالتهم. الساعه طيح بيا. قالت لي حاجه وحده اللي غادي نقول لك، قالت لي انت غدرك وهانك وخلاك خدامه في الديور، ولكن انا غدرني وعززني وطلعني، ولكن والله ما تبقى فيه. قالت لي ولا عليك كوني هانيه. قلت لها ولكن هذا الكلام اللي قلتي لي قولي ليه راه ما غاديش نقول ليه حتى نقضي عليه. قلت لها كيفاش؟ المراه واعيه، المراه فاهمه، المراه مقرصه، الراجل كيبغيها وما جابتنيش ليها، اذا قادر يدير عليها بزاف الحوايج. الا دارت سيمانه وقالت لي كلشي تاعي في هذه البلاد حتى من الدار والسياره كلهم ملكي والفلوس اللي في البنك، جمعات لي حبه وتمن وقالت لي دابا ديري اللي عليك. المهم جا واحد النهار شفت لقاني مقهوره ومضيومه، قال لي عييتي؟ قلت لي بتمارات سنين، القهر اللي ضربت على وليداتي ماشي مشكل، ولدي الحمد لله كيقرا بمعدل اللي عالي، صيفطوه لواحد البلاصه اللي يقرا فيها ومنهم غادي يوظفوه ويخلصوه كل شهر. بنياتي تبارك الله تا هما، يعني بناتي قراو وتمار اللي درت عليهم وصلت نتيجه الايجابيه بسبب المعدل اللي كيجيو تيقراو في احسن مراكز في المغرب
لانهم دخلوا بمعدلات اللي ما محتاجينش الفلوس، لانهم دخلوا بمعدلات اللي عاليه، يعني غيقراو مع ناس اللي عاطين فلوس، الناس اللي خلصوا سنين، الدماغ ديالهم خلاهم انهم يوصلوا. والحمد لله، وهذا فضل من عند الله. ربي ما ضيعنيش مادام الزوج ديالي ضيعني. لي شوف نقول لك، سنين طويله وانا عايشه في القاهره غير بوحدي. اليوم باغا نطلق. قال لي كيفاش؟ قلت لي سنين وانت بعيد عليا وهزيت القاهره وعييت. انا ما غاديش نكون لك من هذوك المراه اللي تدخل الدار ونسرك لكل ذهب وما ناقصني خير. انا غير تريريسه عشت الراس عليك وعلى وليداتي، ولكن فضل الله الحمد لله ولادي النتيجه بانت. لي من احسن بلا ما نزيدك عليا وبلا ما نخليك كل مره تجي عندي، ولادي راهم ولادك. قلت لي طلاق خير ليا، حيت انا ماشي هذوك المراه اللي غادي تجي وتلقاني وزيدون انت ما عندك ما دير بيا. قال لي علاش كتقولي هكا؟ ولكن هادشي كارو من الخاطر ديال من فوق الخاطر ديالو. قلت شوف، من الاحسن طلق انا وياك. انا باغا نرتاح، عييت ولادي هما وصلوا وما بغيتش الراجل اللي كل ليله تسناه ولا يتسناني. المهم لقاها على صبه طلقني. الوقيته اللي طلقني مشى عند لاله مولاتي. لاله مولاتي عاطيها التليفون ديالي، قالت لي شوفي الراجل راه بقى بلا جناح، والجناح اللي كان يطير بيهم قطعتهم ليه. قالت لي طلبت طلاقي وغادي تسطى. المهم جوج ضربات في نفس الوقت وهي عرفتها غديرها لي. بقات كتهضر ليا، الراجل كيطلاوط صياد النعامه يلقاها. دارت ليه مشكل كبير في الشركه ديالو، نصبت عليه بواحد الطريقه اللي فنيه، واحد الطريقه اللي جابت ليه التمام. دارت الدار للكرا ومشات وخرجات. غتقول لي فين؟ رجعت للبلاد ديالها، رجعت عند الام وعند العائله ديالها. المهم اللي بغيت نقول لكم، جابت لي التمام. هذه هي المراه لاله مولاتي الوقيته اللي كتحس بالحقره كدير علاش كترجع، ولكن ردة الفعل ديالها ما كانتش في البلاصه. ضربات الحساب وقرات وعرفت اللي دير ليه. صياد النعامه يلقاها. غتقول يا لاله الحسنيه، اش خبارك؟ فين وصلتي مع وليداتك؟ واش السنين طويله اللي دوزتي بتمارا والقهر عطات النتيجه؟ طبيعه الحال عطات النتيجه. طبيعه الحال ربي يسر لي الامور ديالي. طبيعه الحال خويت هذيك المدينه ومشيت للمدينه اللي خدم فيها ولدي. اما البنات اش غادي نقول لكم؟ لا ومولاتي، بناتي ردوا لي كل شيء. هذيك الخدمه واللي ضربت والصهير وتمارا اللي درت ولادي، سبحان الله. حاجه وحده، الراجل غدار ندم وبكى دموع اللي كانت ثقيله وحزينه. جاب العائله ديالو، وقف حدا الباب، خرج ليه ولدي قال لي شوف، حاجه وحده اللي عمرها كانت في هذا المكان بان الولد يتحدى باه ويوقف في وجهه. بغيت تسخط عليا سخط، بغيتي ترضى، ولكن امي هي كل شيء. امي مسكينه اللي دوزات تماره وقهرت سنين عرفاتك بلا مجوج. امي مسكينه اللي كتدور وتخدم في الديور، نهار اللي مشات تخدم لقاتك مجوج وعندك الوليدات. امي مسكينه اللي يديها تكمشو بتماره، دخلت للدار ولقات المراه الثانيه كلها ذهب وعايشه بحال الاميره. امي مشات تخدم في هذيك التجزئه اللي كانت في هذيك المدينه الجديده، لقاتك تموله هذيك الدار. قال ليه انا اش غادي نقول لك؟ عيشينا عيشه القهره وتماره وعشنا بفلوس اللي كانت قليله بتماره الام ديالي، وانت عايش الحياه. اش من عيب دارت فيك امي ودرنا فيك حنا؟ علاش يحسب لك الدنيا دايما؟ واش شفتي وحده زوينه وبغيتيها ما مكرفسه لا والو، عشتي الحياه بها وولدتي الوليدات معاها، وحنا عايشينا في العذاب؟ ولا الام ديالي كاريه اكثر من 20 سنه. لي واش عرفتي امي جدات عليها اللي كنتي كتجي كل 20 تضل معاها لي تتبات ليله وحده وكتمشي ويديك خاوين وكتباها بها، ولكن مسكينه صحتها كانت كتقل وانت السبب. قال لي واش نسيتي ونجا نزيد نفكرك ما داز على خواتاتي؟ نهار اللي نعسات اختي الصغيره جيتي طليتي ومشيتي وقلتي لها الخدمه وانت راه مسؤول كبير وترقعتي، ولكن رباه صياد نعامه يلقاها. وهذا الشيء كنسمعوا المراه جابت لك التمام، المراه اللي اصلا خزنتي عليها بلا انت راك مجوج. واش بغيتي؟ قال لي انا نادم وشاف فيا وقال لي شوفي سمحي لي والذنوب كاملين بانوا فيا. قلت لي هذا الشيء اللي بغيت بقدره ربي جاب لك التمام، وهادو هما فعيلك يا نكار الخير ونكار الاحسان، وهذا هو جزاء الظالم في هذه الحياه. قلت لي هذاك الشيء اللي شفتو غادي تشوفو، لا انت لا العائله ديالك اللي جايبهم دابا الكنس الطماع. وما انا ربي راه رفعني درجات حيت كنت تحت، وما انت اللي كنتي مرفوع راك نزلتي. قلت لي ماذا تكبرتي ودابا صغاريتي، وانا اللي صغاري ربي كبرني وعطاني على قد نيتي. قلت لي اللي كتصبر على ولادها هذا هو الجزاء ديالها، اما الراجل كيبقى راجل. قلت لي عرفتي هذا الشيء كامل اللي درته واللي صبرت وباش نوصل،
وصية الأم ديالي اللي كان يحسب ليها الرجال فحال فحال، وكان يحسب ليها بلا انت بحال الأب ديالي اللي كان مهلي في الأم ديالي وداير معاها الخير والإحسان، ولكن طلعتي غدار. أنا ما بغيتك ما والو، ها انت شوف قد ما كباريت الحمد لله زيانيت، قد ما تمحنت وتكرفست في ليلة وحدة تبدلت. الخير فايض عليا والبنات ورزقي وعرق كتافي رجع ليا بالجزاء اللي ولادي كيجازيوني فيه. اما انت مازال الدنيا سير لا لقيتي الخير فهادوك الوليدات اللي كنتي خازن عليا امهم واللي كنتي خازني انا عليها، اللي جابت لك بالتمام ورجعتك بزيرو درهم. هي اللي عرفات ليك جابت لك التمام، ولكن انا ربي عطاني على قد نيتي. ياك الغدار ما فيكش الامان. بغيت غير نحس كيفاش كنتي تحس الوقيته اللي كتجي وكتلقاني مبهدله مع الوليدات، وكتلقاني كنعاني، وبعض المرات كتجي وكتلقاني مازال خدامه وكنجي حتى الفجر وكندوز معاك ساعه وكتمشي. علاش كنتي دير ليا هادشي؟ عطيني غير سبب مقنع. بغيت غير نفهم لحد الان اش درت ليك. ياك غير الخير والاحسان شفتي مني، ياك تقاسمت معاك مع الزمان واخا انت لاباس عليك، ياك انا حسبتها من جهه وانت حاسبها من جهه. انا كنت كنضرب تماره وكنشقى وكنتمحن وكنقول راجلي يتساهل بات ولادي تيخدم باغي يدير علاش يرجع، ولكن اش هاد الرجعه رجعتي؟ سير الله ياخذ فيك الحق. ولكن كون كنت لاله مولاتي ومقرصه من نهار الاول وخليتك تهز المسؤوليه، ما نضربش 20 سنه وانا خدامه وتحت رجلي النساء اللي ما كيتساهلوش، اللي قليل منهم حنوا فيا وردوني لاله مولاتي بيهم هما عرفت المعدن ديالك ووصلت لهذيك التجزئه. كنخدم على النيه الصافيه اللي كنت نتشكى عليهم، دارت ليا موصلوني للدار عاد دارتي اللي خدمت عليها وشفت الالبوم ديالك. يا الغدار قال لي بارك عليا غادي نتسطى، قلت لي هذاك هو الجزاء ديالك، نهار تسطى انا نفرح وربي اللي غادي يعلم بالفرحه اللي ليا، حيت مازال ما شفت فيك كثر، بغيت نشوفك كثر 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 من هادشي انت اللي فيه. ايوا اللي بغيت نقول لكم بناتي حقدوا عليه، ولدي ما بقاش يحن فيه، ماشي غير عليا انا، على حتى النسيان اللي كان ناسيهم وعلى الكذوب اللي كان يكذب وبالله هو عنده وكيمثل بالله ما عندوش. ولادي كانوا يتقاتلوا ويقراو صباح وعشيه باش يهزوا المعدل ديالهم واللي وصلهم، وهادشي اللي داروا حيت الاب ديالهم كان نكار وغدار. غتقول لي هذيك لاله مولاتي اللي مشات المقرصه اللي جابت ليه التمام، بقيت على صله بيني وبينها، بقات كتهضر ليا وكتقول لي كلشي غتاجري عليه. وهادشي اللي وقع لك ربي راه اتاك وربي ابتلاك في الدنيا بالمحاين والمشاكل والخدمه عند الناس باش يعزك، وهذه هي قدره ربي. المهم كتصبرني، اما هي ما عقلاتش عليه، عاشت الحياه ومشات لفرنسا ودات الوليدات وعايشه بخير على خير. وتا انا هكاك بنياتي تزوجوا الحمد لله، ولدي مرضي جاب واحد المرضيه، وهذه هي الحياه وهو داكشي اللي فيه لحد الان كيتساهلوا، لان داكشي اللي جيت نحكي لكم ما جاري ليه. غادي تعجبوا في الدنيا وعجائب الدنيا وقدر الالهيه، اللهم خليها بين قوسين كرام الدم اللي كان جامعوا بيني وبين ولادي. وهذه هي حكايتي اعزائي الكرام. انا حكايه اليوم كملات، كنتمنى تنال اعجابكم وتستافدوا منها. المهم اخواتي مع السلامه، الى قصص اخرى، دمتم في رعايه